لاعب ذو موهبة مميزة. وكيف كان لمنتخب فرنسا دور رئيسي في اختياره لمنتخب أصوله، وإصابة خطيرة كانت أن تكون سببا في نهاية مشواره الكروي إلى الأبد. وهذه هي قصة الموهبة الجزائرية آمين غويري. ولد أمين غويري يوم 16 فبراير سنة 2000، وذلك في منطقة بورغوانجاليو الفرنسية، ولأبوين من أصول جزائرية. بدأت مسيرة أمين مع كرة القدم في عمر 7 حين انضم إلى نادي FC أيل دابو الواقع في ضواحي ليون، وبعد 4 سنوات من ذلك وبالتحديد في عام 2011 انتقل إلى فريق بورغوانجاليو، وهو النادي الشريك لنادي ليون. وفي تلك المرحلة وحسب عدة مصادر فإن أمين كان طفلا ذو موهبة مميزة. هذا الشيء الذي جعله تحديدا خلال موسم 2013-2014 يصل أخيرا إلى فريق الشباب في ليون، وبسبب مهاراته وموهبته تدرج في الفئات السنية المختلفة، وذلك وصولا إلى الفريق الأول في صيف عام 2017. وكي تعرف يا عزيزي المشاهد مدى موهبته في تلك الفترة، فقد تمت مقارنته من طرف المحللين والجماهير مع كريم بنزيما، وهو الذي نشأ أيضا في الفريق قبل أن يلمع نجمه مع ريال مدريد. وهذا الشيء الذي لم يطل كثيرا ليوقع أمين أول عقد احترافي له، وذلك يوم 16 فبراير سنة 2018، وبعقد يمتد ل3 سنوات. وليظهر غويري لأول مرة مع ليون، وذلك ضد نادي مونبلييه في الجولة 13 من الدوري الفرنسي. لكن رغم كل هذا النجاح والتطور الذي كان يحصل معه في تلك الفترة، تعرض غويري لصدمة كبيرة، وتحديدا عندما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي بأحد تدريبات الفريق، وذلك سنة 2018، ليخضع بعدها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب لمدة 7 أشهر، لكنه شفي بعدها وعاد سنة 2019 وليشارك مع الفريق الأول لليون في 15 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف أو حتى تمريرة حاسمة، وليقرر بعدها خوض تحدي جديد لينتقل بعدها أمين إلى فريق نيس بعد 3 مواسم مع أولمبيك ليون، وذلك تحديدا في يوليو سنة 2020 في صفقة انتقال بلغت 7 ملايين يورو فقط. وهنا فكت اللعنة، حيث أنه في مباراته الأولى مع فريقه الجديد سجل هدفين، وكان ذلك ضد نادي لينس الصاعد حديدا إلى الليغ 1، ليصبح غويري أصغر لاعب في تاريخ نيس منذ 70 عاما يسجل هدفين في أول ظهور له مع النادي. واستمر غويري مع نادي نيس لمدة موسمين، لعب خلالهما 89 مباراة في جميع البطولات، وكان كريما وطيب القلب حيث أهدى زملائه 11 تمريرة حاسمة. تألق غويري مع نيس رفع قيمة اللاعب تسويقيا وفنيا، الأمر الذي دفع نادي رين إلى التعاقد معه في صيف عام 2022، وذلك مقابل 28 مليون يورو وهو في عمر 22 سنة. وفي موسمه الأول مع نادي رين ظهر غويري في 47 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 17 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة. وفي موسمه الثاني سنة 2023-2024 أي الموسم الحالي سجل غويري هدفا وحيدا حتى الآن، وذلك في 7 مباريات. هنا انتهت قصة أمين غويري مع الأندية، ولننتقل إلى الجانب الآخر من مسيرته الكروية، مسيرته الدولية. بدأت مسيرة أمين غويري الدولية في 4 فبراير سنة 2016، حيث ارتدى غويري قميص منتخب فرنسا تحت 16 عاما، وتدرج مع الفئات السنية للديوك حتى منتخب 21 سنة. وحسنا لنختصرها من الأخير حتى لا نطيل الكلام، حيث ظهر غويري في 31 مباراة دولية سجل فيها 12 مرة وقدم لرفقائه 7 تمريرات حاسمة. لكن يا عزيزي المشاهد، أهم إنجاز لغويري في منتخب فرنسا هو تتويجه بلقب هداف بطولة كأس أوروبا تحت 17 عاما في سنة 2017، والتي سجل فيها 7 أهداف كاملة. ما مشكلته مع الرقم 7؟ كما أنه لعب مع فرنسا في كأس العالم تحت 17 عاما، وذلك في الهند عام 2017، وسجل هدفين في أول مباراة له،
ولينهي البطولة بعدها ب5 أهداف كاملة. لكن هناك سؤال واحد يطرح نفسه هنا: لماذا لم يلعب غويري مع منتخب فرنسا الأول؟ خصوصا أنه قدم أداء مميزا جدا مع جميع الفئات السنية للمنتخب، فلماذا إذن؟ أولا، غويري لم يتم استدعاؤه نهائيا من طرف المنتخب الفرنسي. ثانيا، جميع أفراد عائلته طلبوا منه وقاموا بنصحه بتمثيل منتخب أصوله الجزائر. وثالثا، تعلقه بأصوله الجزائرية. كل هذه الأسباب يا عزيزي المشاهد جعلت أمين غويري يختار المنتخب الجزائري، وذلك تحديدا في 26 من سبتمبر سنة 2023، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على الانستغرام ارتداءه قميص المنتخب الجزائري قائلا: بكل فخر أعلن قراري بالانضمام للمنتخب الجزائري. إذا عجبك الفيديو يا عزيزي المشاهد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب كي نصل إلى 20,000 مشترك إن شاء الله. كما لا تنسوا وضع الشخصية التالية التي تودون أن أعمل عليها فيديو. كان معكم هاكيتو، سلام.